بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهاردة هنعمل أجنحة ان شاء الله هتعجبكم بطريقة انا اول مرة اعملها، بس عجبتهم اوي والله. انا فرمت بصل مع فصين توم ناعم، ودلوقتي انا حاطة في البولة كاتشب وحاطة عسل اسود، وانا ضربت البصل في الكبه مع التوم. دلوقتي انا هعصر البصل، هاخد الميه بس، بدل ما استعمل بصل بودر وتوم بودر انا هستعمل ميه بس. دي علبه زبادي محترمه كده، علبه زبادي كبيره شويه حلوه. صلى على النبي يا جماعه، ويا رب تجربوا الطريقه دي والله هتعجبكم قوي، كانت تحفه الصراحه. انا دلوقتي هعصر البصل اهو، ده البصل مع فصين التوم بعصرهم جامد، باخد ميه فقط. بواقي البصل ده انا هستعمله، ما بيرمهوش، انا هستعمله دلوقتي معاكم بطريقه رز اللي هو ريزو. هيعجبكم قوي مع الطريقه دي، اعملوا الاتنين مع بعض هيعجبوكوا قوي. عايزاكم تعلموا يا جماعه، واذا الحاجه عجبتكم تقولوا لي، ما عجبتكوش برضو قولوا لي. انا دلوقتي معايا كمون، معايا بابريكا، معايا توم باودر، معايا فلفل اسمر وملح، وحاطه في الاول كاتشب وزبادي وعسل وميه بصل. بصل على توم، فصين اتنين توم بس مش اكتر. في ناس بيحطوا عليها صلصة طماطم، بس انا ما الصراحة ما رجحتش لان حاطة كاتشب. وفي صويا صوص، في البديل بتاعه اللي هو العسل الاسود. انا صراحة ما عنديش صويا صوص، فانا حطيت عسل اسود. كانت رهيبة قسما بالله، كانت رهيبة، وهتشوفوها في الاخر وهتعجبكم قوي. هنا لازم المقادير كلها تتقلب مع بعض كويس وتدمجوها ببعض. يا رب تكونوا اتفرجتوا على فيديوهاتي اللي فاتت وعجبتكم، ونصلي على النبي كده ونوحد الله، وتشتركوا في القناة. يا رب تدعموني كده، تشتركوا في القناة وتشجعوني. هنا صفة طبعا لازم تحط التاتش بتاعها في كل فيديو وتمد ايدها مادام بتصور. كنت دلوقتي بجيب زيت، كنت نسيت، بنحط معلقتين زيت، معلقتين اتنين زيت مع الخليط، قلبها كويس. وهننزل ان شاء الله. الاجنحة بتساب تتبل اقل حاجة ساعة، ويستحسن انها تتعمل على بيات. بس الصراحة ما كانش عندي زبادي بالليل، فخليت صفة جابت الصبح بدري زبادي، فعملتها بقى اول ما صحيت من النوم عملتها وركنتها. كانت جميلة قوي. بس هي على بيات بقى اللي بتلاقيها الفراخ شربت الصوص اكتر، ما بتلاقيش فيه سيولة، بتبقى مسكت في التلاجة وشربت كل المقادير اللي انت حطاها. هنا الاجنحة معايا كنت انا غسلاها وعصر عليها ليمون ومظبطاها. هتبلها كويس، لازم كله يشرب من الخلطة، لازم المقادير كلها تشرب من الخلطة. هنا مقدار كويس من الأجنحة، وهنرصها في الصينية وأعملها في الفرن، أغطيها بفويل وأحطها في الفرن. كان عندي اعتراض من الأولاد على الأجنحة، لأن هما مش متعودين عليها الصراحة، أول مرة اشتريها، وأنا اللي صممت إنها تيجي. قلت لهم هعملها لكم بطريقة تعجبكم، وعايزة برضو في مرة إن شاء الله أبقى أعملها لكم كنتاكي، لأن أنا بخاف أعمل الدبابيس أو أعمل الصدور كاملة اللي هي الحاجات اللي بتيجي دي، لأن أنا مهما كان مش حريفة في الموضوع يعني.
فاشتغل في اللي على قد الاول واشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، وهتبقى حلوة ولا لا او كده. وبعدين اجرب الكبير بقى، اللي هي المنابات الكبيرة او كده والاجزاء الكبيرة. دلوقتي انا حطيت الحلة على النار وحطيت معلقة سمنة وشوية زيت. هنزل بمعلقتين سكر. شوف دلوقتي هنزل بمعلقتين سكر. معلش الكاميرا بتتهز. نزلت بالسكر. هقلبهم لما يبقى لونهم اصفر، لونهم مصفر. ايوه. وبعدين هنزل عليهم بالبصل. او هما بيصفروا معاك على طول، يعني ما تحطهمش على النار وتدولهم ظهرك. لازم تبقى ايدك فيهم على طول، ما تحشيهاش، علشان السكر بيتكرمل بسرعه وبيتحرق. فلازم ايدك تبقى فيه على طول. ادي حطيت البصل ده، تفل البصل اللي انا اخدت ميته، ده البصل انا اخدت ميته رجعته في الكبه تاني عشان استعمله تاني. دلوقتي انا بحمره كويس عشان اعمل ريزو. والله العظيم كان تحفه. الاكل كان ما شاء الله جميل جدا. اول مره اعمل الاجنحه، بس كانت جميله والله وتستاهل ان انتوا تجربوها. انما الريزو انا بعمله على طول، يعني بصراحه بعمله وبحبه احسن من الرز البسمتي كمان. دي معلقه قرفه مطحونه، الريحه كانت جايبه لاخر الدنيا. انا غاسله الرز ومجهزاه عشان الخليط ما يتحرقش، لان هو ما بياخدش وقت. ننزل بالرز على طول ونقلب. اهوت هنقلب. وبعدين انزل ببقيه كميه الرز عشان ابرد الحله من تحت، عشان المقادير بتاعتي ما تتحرقش تحت البصل وتحت السكر وكده، حاجه ما تتحرقش. دلوقتي بقى انا برص الاجنحه اهو. كنت خلصت الرز وحطيت عليه قاعده للميه. دلوقتي انا برص الاجنحه في الصينيه. النهارده بقى انا عملتها في فرن البوتاجاز، ما طلعتش فوق في الفرن البلدي اللي فوق. ما طلعتش فوق، انا اشتغلت في فرن البوتاجاز لان هي عايزه نار هاديه وبتتغطى بفويل. وبالكتير او نص ساعه على فكره في تحت في الفرن تولعي من تحت على 200، ما بتكملش نص ساعه. وما برميش، انا حطيت الاجنحه وحطيت عليها بقيه الصوص، ما بسيبهوش، حطيته عليها ودخلتها الفرن وخدت لها بالظبط نص ساعه. وتتابعيها علشان ما تتحرقش على درجه حراره 200. وبعد كده ما بتكملش 5 دقايق تحت الشوايه، لان ما شاء الله الصوص الكاتشب اللهم صل على النبي، الكاتشب والزبادي والحاجات دي كلها بتساعد على تحمير الحاجه بسرعه. والاجنحه ضعيفه مش زي المنابات الكبيره انها محتاجه تسويه او كلام من الكلام ده، لا. هي ما خدتش وقت تحت الشوايه 5 دقايق بالظبط، وكانت ما شاء الله تشهي. صلى على النبي يا جماعة، ونترحم على موتانا اجمعين، وترحموا على امي الله يرحمها. كده انا غطيتها بالفويل. لازم اقفلها كويس. في حته كانت قطعت مني هرجع اقطع حته تانية فويل واحطها عليها. اظبطها، لازم تتقفل جامد علشان البخار يرجع على الفراخ تاني. انا وريتها لكم تاني. دي بعد ما طلعت من الفرن قولوا لي ايه رايكم. ما شاء الله كانت جميله، وكان احلى غدا اتغدينا يومها. وكنت عامله معاها طحينه وجايبين كاتشب. فيديو ان شاء الله هبقى اعمل لكم الطحينه والتوميه وسلطه الزبادي. هنا حمرت بطاطس، وده الرز ريزو اهو قدامكم. والاجنحه عملت لكل واحد طبقه.
بالمناب بتاعه. قولوا لي ايه رايكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ومنساش نصلي على النبي ونشترك في القناه اهي. ايه رايكم؟ ويا رب يحسن ما بين ايدينا. الف شكر يا جماعه.